ممكن اخد من حضرتك كلمة لو عايز تعمل ترويج عن المكان. انا هيبقى ايه بالظبط عشان ادي التمرين؟ اخد ايه تاني حضرتك؟ داخلة؟ مين يا هبة عبد الله؟ ايهاب عبد الله. اه هو حد عاملها جوك حلو وهو عاملها عشان خاطر الناس تسيب ذكرى. هتلاقي ذكريات هنا اهوت من كل بلاد العالم بقى، من كل حد في البلد سايب لنا من اول الدول العربيه كلها لغايه الدول الاوروبيه. تلاقي عملات حتى تركيا، حتى بلاد كتير قوي حلوه جدا. فشرف لينا زيارتك. ميرسي يا فندم. المكان ده بقاله كام سنة؟ احنا بقالنا 8 سنين، لينا فرع في وسط البلد، لينا فرع في الزمالك وده ثالث فرع لينا. ان شاء الله. فرع وسط البلد يعتبر من اقدم فروعنا 8 سنين. وسط وبعد البلد كده، شارع ايه؟ وسط البلد الصالون الاخضر. تمام. الصالون الاخضر بالظبط. مش الكوخ يعني؟ الكوخ. احنا كلنا واخدين ديزاين هويه مصريه، ان احنا نبقى شقق او معمار تراثي حلو. وبنحاول ان احنا نحيي الهويه المصريه، سواء اللبس الستاف اللي شغال معانا، الجلابيه الولد او البنت، وبنحاول ان احنا نحيي الذكريات القديمه، سواء تلفزيون، سواء الحاجات القديمه، البذور، البوتاجاز، الحاجات الزغنطوطه القديمه ديت بنحاول ان احنا نعملها. وعاملين معرض لذيذ جدا يوم الجمعه حلو في فرع الزمالك بتاعنا زي البازار. البازار ده يحتوي على كل الذكريات القديمه، لو حد حابب يجي يبص عليه يشرفونا من الساعه 9 لغايه الساعه 6 ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. سلموا. احنا عشان احنا قلنا ان احنا مجموعه شباب، فدي كانت فكره منه عشان خاطر الذكريات اللي احنا بنقولها. يعني هو كان عليه فعلا 18 81 جنيه ونص. لا خالص، هو كجوك منه حاجه حلوه عشان كل واحد فيهم من المجموعه اللي معانا ليه فكر ان هو حاجه، حد مسؤول عن السوشيال ميديا، حد مسؤول عن الديكوريشن، فحطها كذكرى وعلامه يعني. حط ذكرى وعلامه ان هي تسيب كل الناس تسيب لنا ذكرى فيها. اهلا بيك. شرفتك. ميرسي لحضرتك. انتوا ستاف جميل اصلا والمعامله جميله جدا ومحترمه.